بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للكابتن حسن العتيبي، شكرا للكابتن مشعل عبد الله. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية، افتتاحية جديدة لجولة جديدة جدا، لكنها يبدو تبدأ مشتعلة، تبدأ مثيرة للغاية، حيث تنطلق من استاد أحمد بن علي في أم الأفاعي، يستضيف من خلاله الريان نادي الدحيل في قمة منتظرة، على اعتبار بأننا نتحدث عن كبيران نعم على مستوى الكرة القطرية، قمة جريحان صح التعبير، باعتبار أن كلا الفريقان قد تلقى خسارة في الجولة الماضية عندما سقط الدحيل أمام الوكرة بهدف مقابل لا شيء، وكذلك الريان أمام الشمال بهدفين مقابل 4. ولذلك يرى الكثيرون والمتابعون والمحبون والمحايدين على اعتبار أن اليوم لا مجال للسقوط، لا مجال للتعثر. عليك أن تقدم أفضل ما لديك إن أردت أن تسعد وأن تعيد الثقة للاعبيك والحب والمودة لجماهيرك مرة أخرى للحضور إلى المدرجات. ولكن نعلم تماما ياما قدمت لنا هذه القمة مباريات جميلة جدا على مستوى المواسم الماضية إن كانت في بطولة الدوري، وكذلك على مستوى البطولات الأخرى والكوس، وآخرها لربما وآخر لقاء جمع الفريقين في نصف نهائي كأس سمو الأمير، عندما استطاع الريان أن يعبر الدحيل بركلات الترجيح. اليوم يقود هذا اللقاء لدينا الحكم عبد الهادي الرويلي، وساعد طالب سالم المري، وسالم المري على مستوى المساعد الأول والثاني، ويتواجد الحكم الرابع عبد العزيز موسى على مستوى الVAR. تشكيلة الريان في هذا اللقاء ب4 تبديلات مقارنة مع تشكيلته في مباراة الشمال الأخيرة. أبو ندى اليوم في حراسة المرمى، عبد الله يوسف، أندري أمارو، ديفيد غارسيا، حازم أحمد، ديزارت، غريغور، عبد العزيز حاتم، روجر جيديش، رودريغو وأحمد علاب هي الأسماء التي تتواجد في تشكيلة الرهيب الرياني في هذا اللقاء. دائما ما تتسم بالكثير من القوة لأنها قمة، نعم هي كذلك هي قمة، وفي القمة هنا رهيب، وفي القمة هنا انطلاقة، وفي القمة هدف أول. ضاعت على الريان أولى المحاولات الخطيرة، بوركي في الخطأ في التمرير، لكن الكرة بتعود، دحلوية في انطلاقة، بول بينا راح، بول بينا تقدم، بول بينا الهدف الأول يضيع. يا لها من كرة، ويا لها من مهارة، ويا له من مرور. عبد العزيز حاتم يرسل كرة عرضية راسية ريانية، لكنها إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء لمصلحة نادي الدحيل. بول بينا ما زال، بول بينا ولا أروع، كرة جميلة دحلوية خطيرة، فرصة من إدميلسون، عرضية بيونتوك، ولكن حارس المرمى منقول. الكرة طويلة دحلوية بالكعب ولا أروع، بول بينا هوبا، الله 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 الله، ياهي كرة خطيرة وياهو هدف كان راح يكون في اللقطة الماضية. عينك على كرة، أو عينك على الكعب، أو عينك على التسديدة التي أتت، لكن حارس المرمى في اللقطة الماضية ميليسا. شاهدون الراسية، بوريجو بالكعب ممتازة من بول بينا إلى بوريجو، هوبا ولا أروع، لكن رائع أبو ندى كان رائعا في اللقطة الماضية، كان بارعا في تصدي محمود أبو ندى. أحمد علاء تقدم في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي الريان، الكرة ما زالت قائمة، تمريرة بعد ذلك في المنتصف، ممتازة التصويبة من رودريغو مورينو، تسديدته كانت بعيدة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى بعيدة كانت إلا التسديدة الأخيرة. ركلة مرمى الآن،
خروج لأبو ندى، خروج من حارس المرمى، والتسديدة لم تأتي قوية في اللقطة الماضية في وقت الخروج. أبو ندى حارس الذي يستعيد هذه الكرة من جديد. هذه الكرة من أمام بولبينا، أبو ندى بالرأس خرج من مرمى. ممتاز للدحيل، بسام الراوي راح، الراوي ما زال، الراوي بولبينا، عادل بولبينا، هوبا يا بولبينا يا بولبينا. هناك ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء نعم لبسام الراوي لنادي الدحيل في اللقطة الماضية في لحظة التسديد. بولبينا هنا سدد الصدى أبو ندى، لكن ماذا فعل حازم أحمد في اللقطة الماضية؟ الركلة جزائية مجانية. حازم أحمد هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية، لكن هناك خطأ، لا هي ليست ركلة جزاء. نادي الدحيل أرسلت إلى بولبينا، كنترول ولا أروع، بولبينا ضيعها بولبينا. يوسف أيمن إلى بولبينا، كنترول جزائري مميز من بولبينا كنترول. فهل يكون هدف رهيب؟ كرة ترسل لكن بولبينا راح، بولبينا قدام، هنا مرار ادميلسون ينطلق، ادميلسون الله 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 الله، يا لها من مرتدة ويا لروعة هذه المرتدة بذكاء بولبينا. ادميلسون بيونتك، لكن أبو ندى أفشل كل مساعي الدحيل. هذه الكرة والتسديدة والتصدي من محمود أبو ندى حارس المرمى. تمريرة عبد العزيز حاتم، وفي هذه اللحظات عبد الهادي الرويلي يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول في هذه القمة ما بين الريان والدحيل. تعادل من دون أهداف. ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد يا الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم إذا مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، من هذه القمة، قمة الدحيل أمام نادي الريان، وذلك في إطار الجولة الثالثة لدوري نجوم بنك الدوحة الدوري القطري في هذا الموسم 2025-2026. بعد شوط أول انتهى بالتعادل من دون أهداف، شوط ثاني سينطلق الآن. حازم أحمد يغادر طبعا، منهال يدخل بديلا في هذه اللحظات في هذا التبديل. مراد ناجي كذلك يدخل، عبد الله سر الختم ايضا يدخل بديلا في تشكيله نادي الريان قبل انطلاقه وبدايه شوط المباراه الثاني من هذا اللقاء. الشوط اول انتهى متعادلا بالنتيجه من دون اهداف، الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات. اذا يا الاحبه الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى ان نشاهد فيه الفرجه، ونتمنى ان نشاهد فيه المتعه، ونتمنى ان نشاهد فيه الاثاره ما بين الفريقين. اذا الدحيل الريان في تشكيلة نادي الدحيل: بوركي، سلطان البريك، يوسف أيمن، كاسيليتو، بسام الراوي، هناك ماركو فيراتي، كريم بوضيف، بوريجو، ادميلسون، بيونتك، بولبينا. في تشكيلة نادي الريان محمود أبو ندى، عبد الله سر الختم، هناك عبد الله يوسف أمارو، هناك ديفيد غارسيا، هناك المنهالي، هناك ديزات. منقول الكرة عند حارس المرمى
الحارس بوركي، لكن خاطئة من بوركي. فرصة ريانية، فرصة الريان. أحمد علو تزيد، لكن بوركي يتصدى. بوركي تصدى في الكرة الماضية. بوركي تمكن من الكرة الأخيرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، كرة بوركي والتصدي من حارس المرمى. كرة من ركلة ركنية ستنفذ. مراد ناجي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة نادي الريان. عرضية ومن ثم الراسية والهدف الأول يضيع. الهدف الأول ضاع على نادي الريان في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، راسية من رودريغو مورينو ومن حاول في الكرة الأخيرة، لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لاعب آخر نعم أحمد المنهالي ومراد ناجي هما من دخل في تشكيلة نادي الريان، بينما أحمد على فرصة ريانية. الرهيب ضاعت على الرهيب الكرة الأخيرة. فرصة خطيرة تضيع على نادي الريان في اللقطة الماضية. شاهد الكرة والتقدم ومن ثم تسديدة إلى خارج الملعب إلى ركلة أو إلى ركلة ركنية الآن. نعم الكرة إلى ركلة ركنية الآن، ركلة ركنية لمصلحة نادي الريان. ستنفذ الركلة الركنية لنادي الريان. مراد ناجي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة الكتيبة الريانية على يمين حارس المرمى. كرة ستنفذ الآن من ركلة ركنية لنادي الريان. كرة ستلعب الآن على يمين حارس المرمى بوركي يستعد، وركلة ركنية ستنفذ. منقول الكرة عالية، راسية أحمد علاء لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. راسية من أحمد علاء تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه الكرة الأخيرة. كرة بينية بشكل جميل ممتازة إلى بولبينا. بولبينا يهدر كرة. شاهد الكرة لم يكن متسلل. بولبينا الذي لم يستدعي بيتكوفيتش لقائمة منتخب الجزائر، لاعب اللي حاول في اللقطة الماضية. روجر جيدش على التنفيذ. على تنفيذ الركلة الثابتة. الريان هل يفعلها الآن عن طريق هدافه صانع ابتسامة وفرحة روجر جيدش، لكن بوركي على مرتين. مراد ناجي على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لمصلحة نادي الريان. في كرة، مراد يرسل كرة خطيرة، الكرة ما زالت والراسية. ديزارت روجر فعلها صانع الابتسامة لجماهير الرهيب روجر جيدش. كمان روجر جيدش نعم هو صانع الابتسامة لجماهير الريان في الوقت الصعب ينتفض الرهيب. الريان أمام الدحيل يتقدم في نتيجة هذا اللقاء. الريان من روجر جيدش وأول أهداف المباراة. هنا الكرة في بدايتها، راسية ديزارت اصطدمت في العارضة، روجر في المتابعة، جيدش في الشباك. الريان هدف، الدحيل لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن. روجر جيدش ومن غيره صانع الفرح لجماهير الرهيب روجر جيدش مرة أخرى يظهر من جديد
يطل علينا من جديد، يسجل من جديد ويتقدم لنادي الريان في نتيجة هذا اللقاء. الريان هدف لدحيل الشيب، هكذا أصبحت النتيجة الآن. منقولة كرة من الطرف الأيسر بالراس من روجر جيديش، عودة إلى حارس المرمى بورك ماذا تفعل يا بورك؟ ديزارت يا بورك ماذا تفعل؟ كاد يجيب العيد في نادي الدحيل الحارس بورك، شيء في المرة الأولى وفي المرة الثانية. ديزارت لحسن حظ بورك أن التسديدة ديزارت كانت بعيدة، وإلا وتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي الريان. انطلاقة سريعة، فرصة لن تأتي، تقدم، محاولة تمريرة لمن؟ فرصة لن تأتي والتصويب، لكن إلى ركلة مرمى. ماركو فراتي ما زال، ماركو يرسل كرة ممتازة، اسماعيل يا رجل يا سمعة، هذه وين؟ هذه خطفت قلب الرياني، الكرة الأخيرة خطفت قلب الرياني. شاهد الكرة إلى اسماعيل محمد، ماركو والله بالمقاص إلى اسماعيل من ماركو فراتي. فيها تسلل ما فيها تسلل هذا كلام ثاني، لكن التمريرة رائعة جدا، والتسديدة لم تكن كذلك. خلاص عشاق الرهيب بدأوا الفرح، عشاق الرهيب يبدأون الفرح هنا في السادة أحمد بن علي. الريان يحقق الفوز ويداوي جراح الجولة الماضية. روجر جيديش عنده كرة، روجر ما زال صانع الفرحة، روجر يا روجر مر، روجر جيديش، أصيب روجر جيديش، إصابة صعبة على روجر جيديش، لكن اللاعب يستمر. كرة دحلوية، منقولة كرة من الطرف الأيسر لمصلحة نادي الدحيل. إصابة اللاعب روجر جيديش، كرة منقولة لنادي الدحيل لعلها الأخيرة. التغطية الريانية كانت حاضرة، الكرة بتعود لمصلحة نادي الريان. بيريرا تقدم، لمسة يد كانت موجودة، وإصابة اللاعب روجر جيديش. وصافرة حكم اللقاء تأتي لتعلن نهاية هذه المباراة. يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، في القمة ريان وفي القمة رهيب، والرهيب يحقق ثاني انتصاراته في بطولة الدوري على حساب نادي الدحيل بهدف صانع الفرح دائما. من في الصورة؟ روجر جيديش أفضل لاعب المباراة. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.